السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنعرف إزاي نخلي الفراخ نضيفة وجميلة وريحتها زي الفل، ولا فيها ريحة زفارة، ويكون الجلد بتاعها ناعم ووردي وجميل ولحمتها ناعمة. وكل ده إن شاء الله نعرفه مع بعض. اللي أنا قُلت عليه ده كلّه هيتم في مرحلتين. المرحلة الأولى إن أنا أشيل كل الزوايد اللي هي ما لهاش لازمة. شايفة المنطقة اللي تحت دي أنا شِلتها كلّها، أنا استغنيت عنها لإن ما لهاش لازمة. أنا باعمل منطقة جديدة خالص عشان أكتِّف بيها الفرخة، باشيلها كلّها من جذورها. شايفة أنا باخد ملح كده خِشن يعمل لي زي صنفرة كده، يلِم لي كل الزلال اللي بين الجلد واللحم. باخد كده ملح على إيدي بادخل كده تحت الصدر بين الجلد واللحم كده ناحية الصدر، وبرّه الفرخة كده كل حتّة شايفة تحت الجناح بتاع الفرخة وبرّه الفرخة. طبعًا أنا باعلّم البنات اللي لسه داخلين المطبخ جديد. شايفة أنا بامسك الملح بيخلّي الفرخة بتزملق كده معاكِ من النضافة، بتزيّق، بتحسّي بيها إن الفرخة نضيفة ما فيهاش، مش مزحلقة كده معاكِ. لإن الملح خِشن بيلِم لي كل المادة المخاطية اللي هي بين الجلد واللحم. أنا طبعًا عارفة إن في ناس ممكن يعني تشمئز أو ما تحبش تبُص على الكلام ده، لكن علشان يبقى دي أساس أكلِك، ده الأساس بتاع الأكل. أساس الأكل المرحلة الأولانية دي، شيل الزوايد بتاع الفرخة اللي هو بيجيب الزفارة، وبعدين أشيل كل المخاط اللي بين الجلد واللحم، وبعدين أعصر ليمون على مَيّة نضيفة بقى، شوية ملح. بُصّي الصدر بُصّي نضيف إزاي وزي الفل. لازم يبقى كده أحس ما فيش أي زملقة فيه ولا الزملقة دي هي اللي بتجيب الزفارة. شايفة الفرخة زي القشطة إزاي معاكِ، تحسّي إن أنتِ نِفسِك مفتوحة كده وأنتِ بتاكلي الفرخة، أو وأنتِ ولا ريحة ولا أي حاجة. خلاص كده الفرخة بقى خلّصتها ونقعتها في مَيّة نضيفة وصفّيتها شوية كده بتاعة نُص ساعة. أجيب بصلاية كبيرة كده وتكون بيضة، يعني يُفضّل إنها تكون بيضة. البصلاية الموف دي اللي هي الحمرا بتبان كده في الفرخة، بتبقى عاملة لون كده. إنّما البصلاية البيضة كده أفضل أعصُر فيها لحد ما أطلّع مَيّتها الجميلة كده، هي اللي بتخلّي الفرخة ريحتها حلوة. وأنتِ في المطبخ كده واللي رايح جاي يشم الفرخة يقول لِك الله أنتِ عاملة زفر كده، عاملة حاجة حلوة كده من ريحة البصل. المَيّة اللي أنا بانزّلها دي من مَيّة البصل. بامسك كده شايفة الورك باحط البصل فين. البصل ده بقى تحطيه كده على الرز لوحده وتاكليه تحسي بطعامة جميلة وبصكارة جميلة جدًا. أنا طبعًا شِلت المنطقة اللي تحت دي كلّها والبلية اللي تحت المنطقة دي كلّها، كل دوّة باشيله كلّه من جذوره. وباكتِّف كده الفرخة واخلّي الفرخة كده قدّامي زي القشطة. أحُط الفرخة بقى كده على مَيّة مغلية من غير ما أحُط لسه الحاجات بتاعتها الإضافات. أشيل الريم لو طلع لي ريم، أحُط جنزبيل، أحُط فلفل حصى، ورق لورا، كل المكونات اللي نزلت دي، شوية ملح أبيض، بصلاية. هنا بقى تحُطّي البصلاية الحمرا مش مشكلة، طماطماية، جزراية، كل الكلام ده خضار هيدّيكِ فيتامينات وقيمة غذائية عالية وريحة حلوة للفرخة. وتحسّي إن أنتِ لو عملتِ أي خضار بالفرخة دي، أي خضار بالشوربة اللي نازلة من الفرخة، تحسّي إن أنتِ عاملة شوربة جميلة مسكّرة حتى لو شربتيها. أنا هنا طلّعت أهي الفرخة من الشوربة. أول ما تطلع كده وهي سخنة من الشوربة، تعصري عليها ليمونة كده على طول عشان ريحتها تبقى جميلة وأنتِ بتحمّريها من الليمونة دي. وبتبقى كمان برضه بتخلّي يعني بتقضي خالص برضه على الزفارة لو في أي حاجة. هنا هاعمل بقى شوية ملوخية كده أنا كنت مفرّزاها. ما تنسيش برضه تحطّي عندِك كرفس، تحطّي معاه أي عود كرفس كده. دي الملوخية أنا كنت مقطّفاها وكنت شايلاها في الفريزر كده مغسولة وناشفة ومش مخرّطاها، ورق كده زي ما هي. باشيلها أحطّها على الخلاط على طول، على شفشق الخلاط، وبانزّل عليها الشوربة بعد ما تهدى كده حاجة بسيطة. ولو عندِك الطماطماية لسه صحيحة بتحطّيها، اتهرت منِّك في الشوربة بتحطّي واحدة غيرها، بتخلّي الملوخية مسكّرة وجميلة. اضربها كده كام ضربة في الخلاط، ما تخلّيهاش ناعمة أوي يعني عشان ما تسقطش منِّك، خلّيها فيها خشونية بسيطة كده. هاضربها في الخلاط كده واعملها، واعمل جنبها بقى إيه، شوية رز بالشعرية. أكلة يعني بسيطة وسريعة. بصراحة أنا كنت عايزة يعني أخبّي عليكم السر ده
لكن ما قدرتش، يعني كنت يعني عايزة أخبّي عليكم إن إحنا جايبين فرخة النهارده، لكن قُلت بقى معروف أنا إن كل اللي في بطني على لساني، ما باعرفش أخبّي أي أسرار، فقُلت أبوح لكم بقى وخلاص إن إحنا جِبنا فرخة. عملت شوية رز بقى كده بالشعرية، حمّرت الشعرية زي ما أنتم عارفين، وبعدين ضِفت المَيّة تغلي، وبعدين أحُط الرز ما بانقعهوش، أحُط شوية ملح أقلِّب بقى لحد ما الرز يتشرّب، وبعد ما يتشرّب أشوف هنعمل إيه. جِبت معلقتين زبدة فلاحي أو المتوفّر عندِك، وباحُط إيه، راس توم كده أو نص راس توم، مش كتير عشان ما الانتفاخات. أدي الرز أهو حطيت عليه معلقة الزبدة بعد ما يتشرّب. بيبقى جميل، وأول ما تفتحي كده غطا الحلة بيبقى جميلة، والزبدة طبعا ما اتحرقتش زي ما احنا عارفين في الشعرية، بتبقى ايه لسه بخيرها كده، وبتبقى ريحتها جميلة. احمر التوم الأول، وبعدين احط معلقة الكزبرة، معلقة كبيرة كزبرة، واقلبها، وبعدين اطش بيها الملوخية. ولا بنشهق ولا حاجة والله، وبتبقى جميلة جدا، ولا ماجي ولا أي حاجة، ولا سكر ولا الكلام ده كله. أنا هنا هغرف الملوخية اهي، أكل كده بسيط وخفيف، رز بشعرية وملوخية وفرخة بلدي محمرة، ده سر من أسرار البيت. فرخة بلدي كمان يا جماعة، مش أي حاجة. يعني انتوا عارفين بقى اللي بيجيب فرخة النهاردة بيبقى عامل ازاي. يلا إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وتجربوها بطريقتي وتعجبكم بإذن الله، وتنضفوها برضو بطريقتي. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.